مش هتتخيلوا سعر الاكسسوارات في ايطاليا بكام؟ ايوه، قولوا كده سعر ب1 يورو بس. انتوا متخيلين؟ ب1 يورو بس اي اكسسوارات موجودة هنا هتلاقيها ب1 يورو بس. شايفة السلسلة ديت عاملة 1 يورو وستانلس ستيل، يعني بصوا مش هتصدي. ودي كمان برضو دورين اتنين عاملة 1 يورو وستانلس ستيل. انا من كتر ما كان في هناك اشكال كتير قوي ما كنتش عايزه امشي. شايفين دي كانت ب1 يورو بس. شايفه دي كمان حرف كده ب1 يورو بس. دي كانت ادوار كتير شكلها حلو قوي اول ما تتلبس، تحفه بصراحه. ودي كمان كانت باتمان، كانت جميلة. كل ده ب1 يورو بس وستانلس ستيل. يعني دي تاخديها هدايا لو عايزة، يعني تعملي مثلا هدايا لصحابك وتبقوا كلكم لابسين نفس الأشكال، هتكون ذكرى جميلة منك بصراحة. لا، تحفة 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 تحفة، وب1 يورو بس. انتوا متخيلين يا جماعة؟ كان نفسي اوريكم كل الاشكال اللي موجوده بس بصراحه ما قدرتش. كان فيه هناك الفضي وكان فيه البرونز وكان فيه كمان اللون الذهبي، فكانت بصراحه اشكال تحفه. لو وصلتي معايا لحد هنا اوعي تنسي تعملي لي متابعه، وافتكريني دايما انا فاطمه علام صاحبه صفحه كل يوم في ميلانو. شايفه الشكل ده؟ جميل قوي. لو واحده عندها بنوته وعايزه تنيها فاكراها، بصراحه تبقى شكلها حلو لو انتي لابسه سلسله وكده. شايفة دي برضو سلسلة انا حبيت افكها لكم عشان اوريكم شكلها عامل ازاي. شايفة الشكل؟ استنوا، هي مش باينة قوي بس هتبان دلوقتي. شايفة شكلها عامل ازاي؟ تحفة. وكمان معاها الحلق بتاعها، فهي بصراحة هدية حلوة لو هتديها لحد من اصحابك او قرايبك. تكون هدايا قيمة وصغيرة وما فيهاش اي حاجة. ده كمان مش بتصدي. كان نفسي قوي افكلكوا ديت عشان تشوفوها. شكلها في اللبس جميل جدا. عارفة انك هتسألوني فين المكان يا بطة. المكان في سوق، اي سوق. هو بيقعد في اسواق كتير على فكرة، بس انا كنت في سوق الاربع اللي هو فيا تشيرميناتي. شايفين كلمة ستانلس ستيل؟ انا كنت في سوق الاربع، وهو بيقعد كمان في سوق التلات والسبت بتاع سانت اغسطينو. بصوا دي بقى ديت كانت اشكالها حلوة قوي بالذات في الحر اللي احنا فيه. فشايفة الشكل الفراشات الحلو ده كان عنده اشكال حلوة، فممكن برضو تحبي انك تهدي بيها حد، هتكون برضو هدية حلوة. شايفة الشكل ده؟ وفيه عنده اشكال برضو حلوة عجبتني جدا. وبصوا هوريكم الصغنطوطة، مش دي، لا انا هوريكم واحدة كانت عجباني جدا. صغنطوطة قوي ورفيعة، دي عليها طاووس. بصوا استنوا هتيجي دلوقتي. انا حبيت اوريكم كل الاشكال يعتبر اللي كانت موجودة، وبرضو منها الاسود. فانتي وذوقك بقى. ايوه، لا مش دي. ايوه دي. شايفه الصغنطوطه خالص دي؟ كانت حلوه قوي، تتحط في شنطتك، هتبقى رفيعه وصغيره بالذات في الحر اللي احنا موجودين فيه. فهو موجود في الاسواق اللي قلت لكم عليها. انا شفته في سوق الاربع وكمان في سوق التلات والسبت بتاع سانت اغسطينو. مش عارفه بيقعد في اسواق تانية ولا لا. بس ده كان واحد بيفرش في السوق. كان عنده كمان الفرش بتاعه الميك اب. شايفين الفرش ديت؟ بتبقى حلوة على فكرة. وكان عنده كمان منها الكبير. شايفين؟ حاولت اوريكم برضو الكبيرة منها. وفي الاشكال التانية برضو. شايفة دي؟ بصوا عنده حاجات كتير على فكرة، وعنده برفانات وعنده ميك اب وعنده حاجات كتير لو انت عايزة برضو تختاري منها حاجات. شايفين دي بقى الشيفنج اللي انتوا سألتوني عليها كتير يا بطة نجيبها منين؟ هو برضو عنده موجودة هناك اللي هي بتاعة الوش. شايفين البرفانات؟ وكان عنده كمية حاجات كتيرة قوي. لازم تروحوا وتشوفوا كل الحاجات اللي كانت موجودة هناك. متنسيش تعملي لي متابعة، انا قلتلكوا اهو. بصراحة انا حابة اتعرف عليكم، يا ريت تكتبولي في الكومنتات انتوا منين من مصر او منين هنا في ايطاليا. هقرأ الكومنتات بتاعتكم.